بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هناك أقوال كثيرة للصحابة بالحض على تعلم علم الفرائض وتعليمه للناس. نبدأها بأقوال لسيدنا عمر رضي الله عنه، قال: تعلموا الفرائض فإنها من دينكم. ثم قال في مجلس آخر: إذا لهوتم فالهوا بالرمي، وإذا تحدثتم فتحدثوا بالفرائض. في مجلس آخر قال: تعلموا الفرائض كما تتعلمون النحو، كما تتعلمون السنة. الإمام مالك رضي الله عنه قال في مجلس: لا يكون الرجل عالما فقيها حتى يحكم الفرائض والنكاح والأيمان. ابن مسعود قال: من لم يتعلم الفرائض كأنه يلبس برنس لكن لا وجه له. فكان موضع اهتمام الصحابة رضي الله عنه، حتى أن عمر في سفره إلى الشام، على ما أظن في فتح بيت المقدس، كان يقول للناس في أسواق الشام: من أراد أن يتعلم الفرائض فليأتي المدينة إلى زيد بن ثابت. وهذا يقودنا إلى القول أن الذي اشتهر من الصحابة بهذا العلم 4 هم: عبد الله بن عباس، وزيد بن ثابت، وعلي بن أبي طالب، وعبد الله بن مسعود. ما اجتمع ال4 على مسألة إلا وافقتهم الأمة، وما اختلفوا إلا انقسموا 3 في جانب و1 في جانب آخر. في هذا القدر كفاية إن شاء الله في فضل هذا العلم.